بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. تحصنيكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم فيديو جديد تحلية للسهرات تارتولات حلوين كما راكم تشوفوا بالكريمه كريمه الدبلومات. نروح الان للوصفه وطريقه التحضير. عندي القاعده او الباتابلي، عندي 250 غرام مارغرين بحرارة الغرفة، ندير معاها رطل تاع فرينة، لافاني ورشة ملح، نخلطهم مليح. ما حبيتش نقطع لكم الفيديو باه تشوفوني كيفاه لازم هذه لاباط بريزيل، الوصفة الأصلية، يعني ماهيش بات سابلي كيما نديروها عادي. 250 غرام مارغرين، رطل فرينة، وثلاث مغارف معمرين سكر كلاصي وسكر ناعم. هذه الوصفة الأصلية تاع لاباط بريزي أو العجينة المكسرة. كاين هنا يديروا عجينة الصابلي، تقدروا ديروها بصح هي الأصلية راه هذه الوصفة. المهم ندير 2 صفار بيض، نحاول ندخل مليح هذاك الصفار، نخلطو مع الزبدة والفرينة كما راكم تشوفوا. بعد ما ندخلهم كامل، عندي هنا نص كاس حليب بارد، راح نضيفه للعجينه يعني بالتدريج، ما نضيفوش دفعه واحده، ونبدا نلم فيه. شوفوا كيفاه راني نلم فيها، يعني باطراف الاصابع ما تعجنوهاش، باه نتموا محافظين على قوام العجينه المكسره او لاباط بريسي. شوفوا هنا راني لميتها، وهذاك نص كاس ما داتوليش كامل، راني قاعد منه. انا هنا عطيت لكم العبار، وانتم على حسب الفرينه ثاني اللي عندكم. الا كانت الفرينه من النوعيه الجيده راها ما تشربش. شوفوا هنايا راه قاعد تقريبا 3 ملاعق تاع حليب، خليتها بجهه يعني ما خليتهاش ترتاح، فقط لميت هذاك سطح العمل ورجعت درتها في هذو القوالب. تقدروا ديروها كبيره والله تجي فردي، هي من الاحسن هذول ترسولات يجوا فرديين احسن. راح نحاول نعدل الاطراف، سيرتو هذوك التحات لي كوان من الاحسن هما اللي تركزوا عليهم، والعجينه ما تخشنوهاش ياسر باه ما تعودش بات وخلاص. بهذه الطريقه، ونحاول الاطراف مليح نعدلهم خاصه الفوق، لخاطر باه كي نجيو نحشو فيهم راه يجوا باينين، يعني لازم تعدلوه. الموس برك سحبوه على الطرف راح يجي يعطيكم الشكل مليح تاع الحواف، يعني ما يجوش معوجين. بهذه الطريقه بعد ما نكملهم كامل راح نحطهم راح نثقبهم ونحطهم في الكونجيلي. وكاين سر واحد اخر، بعد ما نحطوا في الكونجيلي ويشدوا رواحهم، كي نجو راح نطيبوهم ندهنوهم ببياض البيض وندخلوهم هاك باه كي يطيبوا ونجو نحشو فيهم هذاك الحشوه. العجينه ما تمصش هذيك الحشوه وتولي طريه. هنا عندي ريت الحليب، عندي نص كاس مايزينا، عندي 3 حبات بيض، وعندي كاس سكر. نخلطهم مليح بارد في بارد. بهذه الطريقه كي نشوفهم تخلطوا كامل ولا لي يعني خليط واحد متجانس، هذاك البيض والمايزينا دخلوا في ذاك الحليب، نحطوهم فوق النار ونبقاو نخلطوا حتى نتحصلوا هذاك القوام الثقيل. مجرد ما تبدا يعني تحسوها ثقالت، خلطوا شويه اقل من نص دقيقه ومن بعدها نحوها من فوق النار، يعني ما تخلوهاش تزيد اكثر من هيك. هنا بعد ما ثقالت شوفوا القوام اللي حصلنا عليه، راح نزيد لها لافاني، نزيد لها الملعقه كبيره تاع مارغرين، نخلطوها مليح حتى هذيك المارغرين تدخل كامل في الخليط. هنا من الاحسن لازم تكون حاميه، مش من الاحسن لازم تكون سخونه هذيك الكريمه باه الزبده تذوب.
ذو فيها الداخل. وكلمسه وكاضافه كاين اللي يدير العطر تاع البنان، انا ما كانش عندي فدرت نص باكي نتاع فلون غوفاني. هنا يعطي لها نوع من اللون، يعطي لها لون شويه صفر ويعطي لها الكو، بما انه ما كانش عندي الاذواق. شوفوا هنا بعد ما طابوا وشوفوا من السطح تاعهم من الفوق راه جاي املس، يعني راه ما يبان لكمش هنايا بصح راح شغل كلي راه مقلاصي من الفوق. بعد ما نحيتهم شفتهم طابوا وكانت الكريمه تاعي بردت. هنا عندي كاس تاع بودره شونتيي مع كاس الا ربع نتاع ماء بارد، نطلعوهم مليح. هنا فقط واحد انا كملاحظه، هي من الاحسن هذاك الكاس تاع الشونتيي تحطوه فوق الكريمه طول اللي درتوها، بعد ما كانت بردت تعود بارده وما تخلطوش الشونتيي مع الماء. هنا كذوق انا حبيت تكون اكثر خفيه، فمن رجعت للوصفه الاصليه تاعي الشونتيي ما خلطهاش مع الماء، نديرها مع الكريمه. نخلطهم مليح من الفوق للتحت. هنا راني برك مسرعه الفيديو، ثم طلعوا من الفوق للتحت ورجعوا خلوها في الفريجيدير تبرد او تشد روح اكثر. بد ما وجدتوا الفاكهه اللي راح نديروها من الفوق هنا بعد ما كملت وبردت لي الكريمه زين، رحت هنا عندي كذوق فقط درت شويه برك من الشيكولا طالي، يعني نكهه برك. وهنا عندي الكراميل، نيسلي كراميل ذوبته. هنا ماهيش نيسلي، هذه راها توفي زدت لها شويه حليب لخاطر ثقيله ياسر، ودرت فقط يعني اقل من ملعقه في كل حب هنا باه ما تستعدش عندنا الحلاوه. وهنا بالبوش نبدا بالاطراف ما تخرج ليش هذيك الحشوه اللي لتحت للوسط، من الاطراف للوسط. بهذه الطريقه حتى كملتهم كامل. ومن بعدها زينتهم بالفاكهه من الفوق. التزيين يبقى اختياري. ومن بعدها مسحتهم بلاجولي. هنا لاجولي كان ما عنديش فدرت نص كاس سكر، نص كاس ماء مع ملعقه صغيره نتاع مايزينا وعصره تاع نص قارص، خلطتهم فوق النار حتى انثقالوا. وكيف قالوا تحصلت على ناباش، يعني كيما تاع البرا وسهل وباقل تكلفه. كما قلت لكم نص كاس سكر، نص كاس ماء مع ملعقه صغيره ياسر نتاع مايزينا، عصره تاع نص قارص، نخلطوهم مليح نحطوهم فوق النار تثقل، نتحصلوا على هذا القوام ويقعد يبري كيما تاع البرا. وهاي لكم الوصفه البنات في شكلها النهائي. البنه كانت روعه والشكل انتم راكم تحكموا. نتمنى فيديو اليوم تكون نال اعجابكم، ما تنسونيش بالجيم والكومنتير، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.